ازيكم يا شباب، واهلا بيكم في حلقه جديده من حلقاتنا. والنهارده برضو هنتكلم ان لو انت عايز تجمع جهازك بنفسك، اوكي مفيش مشاكل تقدر. وزي ما انت شايف بالراحه كده واحده واحده. بس لو ما تقدرش طبعا يا ريت تستعين بمتخصص، لان ممكن تخسر 3 4000 جنيه في حاجه بسيطه زي كده. زي ما انتم شايفين يا ريت تجمع المذر وهي تبقى بره، ما تركبهاش جوه الكيسه وتجمعها. هنبدا دلوقتي زي ما انتم شايفين ناخد البروسيسور بالراحه كده واحده واحده. خلي بالك لا يقع منك، اي خبطه فيه هتعمل مشكله كبيرة. وهتبدأ ان انت تركبه في مكانه بهدوء من غير ما يعني اي عنف ولا حاجة. هو مجرد بتحطه كده وتلاقي مثلث في الناحية الشمال ماشي مع المثلث اللي في المظهر. ومجرد زي ما انت شايف بنحطها كده اهوت ونقفل عليه، البلاستيكة اللي فوق بتبدأ تطلع لوحدها وخلاص خلص الموضوع. ولو عندك سيرمال بيست او اللي هو معجون الحراري بتبدأ تحطه. والمهم ان انت تتأكد واحدة واحدة كده من الموضوع وبالراحة. زي ما انتم شايفين بحاول ان انا اتأكد تاني ان كل حاجة تمام ومفيش اي مشكلة. ويلا بقى ننتقل للجزء التاني، ان احنا نحط الرامة بتاعتنا. نفس الحكاية برضو هنبدأ نفتح الرامة كده واحدة واحدة، وتبدأ ان انت تتأكد من الحتة دي. زي ما انتوا شايفين الحتة الفاضية دي لازم تركب في المكان الفاضي. لو ما دخلتش معاك ما تعملش بالعافية، يعني ما تحاولش ان انت تزنقها بالعافية او تزقها بالعافية. هنبدأ نحط وطبعا كل اللي بنعمله ده بره الكيسة، مش هنحطه جوه الكيسة، كل ده بره الكيسة. هنبدأ واحدة واحدة اهو زي ما انت شايف. هنبدأ نحط الرامة بتاعتنا، وتتأكد طبعا من ان هي راكبة بالاتجاه الصح. خد وقتك، ما تستعجلش، ما تعرفش شوف حد بس بدل ما تبوظ الدنيا. ده كده اول شريحة. بعد اهم حاجة في الموضوع، اوعى تنسى تحط سيرمال بيست او المعجون الحراري فوق البروسيسور. لو ما حطيتش معجون حراري شكرا برضو ضاع البروسيسور منك في ثواني، وانت فاكر ان انت كده شغال تمام. لا، خلي بالك المعجون الحراري في منه ب 10 جنيه وفي منه ابو 1000 جنيه. فخلوا بالكم من الموضوع دوت. ان شاء الله هعمل لكم حلقة على كل انواع المعجون الحراري المتوفرة. خلي بالك من النقطة دي، نقطة مهمة جدا. لازم لو انت مش متخصص تخلي بالك من الموضوع ده. لو متخصص طبعا هيبقى عارف يحط ايه وازاي، لكن خلي بالك من النقطة دي. اوعى تحط المروحة على البروسيسور على طول، او الهيت سينك اللي بتاعة التبريد دي على المروحة على طول. لازم تحط المعجون الحراري، مهم جدا جدا جدا. وطبعا مع الخبرة هتعرف الانواع المفيدة والانواع سوري الانواع الكويسة، وهتعرف كل حاجة عن التجميع وازاي ان انت تختار المعجون الحراري المناسب لجهازك. ده كده طبعا لو عندك الستوك كولر او اللي هو المروحه اللي جايه معاه هتركبها ماشي، ما عندكش يبقى تركب مروحه خارجيه. تخلي بالك برضو بالراحه واحده واحده، تخلي بالك من الابعاد بتاعه كل حاجه وانت بتركب المروحه دي. طبعا المروحه دي بتركب كده بطريقه معينه، ان انت بتزق ايوه زي ما انت شايف كده بتزقها كده وتبدا تلفها. خلاص ركبت المروحه وامورك تمام وزي الفل، مفيش اي مشاكل. بس اهم حاجه تتاكد، بصوا بتاكد ان هي تمام وماسكه. وطبعا حطيت المعجون الحراري قبل ما اعمل ده كله. لو المروحه دي بتتحرك او خفيفه كده اهو، يبقى انت شكرا مش السطح المبرد مش لامس البروسيسور، وطبعا هتعمل لك مشكله كبيره. الكيسه بتاعة المظر راكبة في الكيسة تمام. تبدأ تنزل بالمظر بالراحة، تتأكد ان كل حاجة، وما تقرص على المسمار جامد، لان لو قرصت على المسمار جامد ممكن تكسر المظر نفسها. اربطه لحد ما يبقى تمام بالراحة كده وتأكد. وبرضو زي ما بنقول ما تعرفش روح لحد ما فيهاش حاجة، مش عيب حد يركبه لك، اقف عليه اتعلم. مع الخبرة واحدة واحدة هتلاقي نفسك ان انت اوكي خلاص الموضوع بالنسبة لك بسيط يعني. بعد كده طبعا تبدأ تركب الفرونت بانل او اللي هي الحاجات بقى بتاعة الكيسة. تبدأ تركب الحاجات بتاعة الكيسة اللي هي الكابل اللي هو الباور والهارد والكلام ده كله. وتتأكد ان كل حاجة يعني الموجب في الموجب والسالب بالسالب. غالبا مش اكيد برضو اللي هو الباور والريسيت ده بيركب عادي موجب او سالب، لان كده كده حتى احنا ساعات بنشغل المذر من غير اللي بنلمس بس سلكتين لبعض فبتشتغل المذر، او بنلمس البنين ببعض فتشتغل المذر. فده ممكن مش محتاج موجب وسالب، لكن اللمض والسماعه محتاجين موجب وسالب. وخلي بالك لحسن تعمل لك شورت في المذر تبقى فيها مشكله كبيره. وزي ما انتم شايفين الحمد لله خلاص جمعنا الجهاز وركبت اهو كارت الشاشه. طبعا وصلت الباور سبلاي ووصلت كل حاجه وتمام كده
الحمد لله اتجمع وكل حاجة. بعد كده لو عايز توصل بقى الهرود مفيش مشاكل، معاك هاردين بتوصله وتبدأ ان انت تشغل الجهاز بتاعك والدنيا تمام. ودي طبعا كانت الفكرة لو عايز تجمع جهازك بنفسك. لو ما بتعرفش مفيش مشاكل، قلنا برضو تروح لحد. وان شاء الله تكون حلقة مفيدة وتكونوا استفدتوا بيها. لو تعرف بنفسك مفيش مشاكل حاول، لو ما تعرفش لا ما تحاولش عشان ما تبوظش الدنيا. اديك برضو خدت فكرة، وانت واقف جنب اللي بيجمع تبقى برضو عارف الدنيا ماشية معاه ازاي. ويا رب الحلقة تكون مفيدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوناش باللايك والشير واشتركوا في القناة، اكيد ان شاء الله هتلاقي حاجة مميزة وحاجة هتنفعك في القناة. بنتكلم في مواضيع كتيرة جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.